أول بنك إسلامي قد يفتح فرعا له في المغرب سيكون هو بنك فيصل الإسلامي لمالكه الأمير محمد الفيصل آل سعود. رئيس مجلس إدارة البنك ووفد مرافق له في ضيافة الرباط نقاش مع المسؤولين الحكوميين المغاربة حول سبل تفعيل أول بنك إسلامي في المغرب. الروبورتاج من توقيع بشرى الرئيف وعبد العلي الحميني. بنك فيصل الإسلامي لمالكه الأمير محمد الفيصل آل سعود سيكون أول بنك إسلامي يحط الرحال بالمغرب على إثر التعديلات التي جاء بها القانون البنكي المغربي الجديد، والذي يخصص جزءا كاملا منه حول البنوك الإسلامية. تعديلات شكلت محور النقاش بين الوزيرين المغربيين والوفد السعودي الممثل للبنك. البنك ليس له هناك توجه فقط لإحداث بنك، ولكن كذلك للمشاركة في التمويلات وفي المشاريع الاستثمارية. الجانب الثالث وهو الاستفادة من فرص السيولة الموجودة في دول الخليج، وهذا مهم ومهم جدا، بحيث أن هذه التمويلات الموجودة وهذه السيولة الموجودة يمكن للمغرب أن يعبئها عبر البنوك التشاركية، ولكن كذلك عبر إصدار صكوك. الوفد السعودي تعرف على مدى قابلية السوق المغربية لدخول البنوك الإسلامية، كما اطلع على التجربة المغربية في مجال الصكوك والتمويل التشاركي والتمويل التكافلي. التجربة المغربية الآن كما تعلمون التعديل ديال القانون البنكي هو في المراحل ديالو النهائية. الآن ننتظر أنه المجلس الحكومي أنه يصادق على المشروع في أقرب الآجال، على أساس إحالته مباشرة على المؤسسة التشريعية مجلس النواب ومجلس المستشارين الذي سيناقشه. نتصور أن الدورة ديال أبريل قد تكون مفيدة لإنهاء النقاش فيما يتعلق بهذا المشروع.